اهلي وحبايبي والمجتمع. اهلي وحبايبي والمجتمع والناس، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. ياه، سنتين ما بنزلش فيديوهات. اه، الحمد لله. وجه الوقت بقى ان انا ارجع واعرفكم تاني بفيديوهاتي اللي ملهاش اي 30 لازمه، وسلسله بلاش تركيا. الصراحه انا ما كنتش عايز ابتدي في السلسله ديت وان انا انزل فيديوهات على قناتي محمود عماد قبل ما ارجع انزل فيديوهات على قناه التفكير في التفسير. بس هنعمل ايه بقى؟ ادي الله ودي حكمته، هي جت كده. بس ان شاء الله في فيديو هينزل قريب على قناة التفكير في التفسير. وبالمناسبة دي احب افكرك انك لو ما اشتركتش في قناة التفكير في التفسير تروح تشترك فيها، تكتب التفكير في التفسير بالعربي على اليوتيوب هتطلع لك، وانا احط اللينك برضو بتاعها في الفيديو دوت، عشان هو ده المهم وده اللي انا عايز اوصله للناس. فلو انت متابع القصة بتاعت سلسلة بلاش تركيا ومهتم تتفرج عليها، فانا بقول لك روح اتفرج على القناة اللي هناك، اعتقد انها هتكون مفيدة اكتر. وحتى لو مش مفيدة اكتر، اشترك على القناة اللي هناك وتعالى اتفرج عليها هنا عادي، مش مشكلة. انا مش فارق معايا انك تشترك في القناة دي، المهم تشترك في القناة اللي هناك. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. إيه، مش عارف وصلنا لفين. من سنتين كنا بنتكلم عن انه بلاش تركيا، انا وقفت فيديوهات السفر لتركيا ومش عايز اقول للناس ازاي يجوا تركيا. واخر فيديو كان تحذير صريح صحيح في الوش: يا اخوانا يا مصريين، محدش يجي تركيا. تركيا مش بلد يتعاش فيها، مش بلد تشتغل فيها، مش بلد تعمل فيها اي حاجة غير انك تيجي تتفسح اسبوع، 10 ايام بالكتير قوي، 10 ايام وترجع مصر سالم غانم، مبسوط مفرفش مستمتع بالبحر، بالجبل، بالمناظر الطبيعية، بالخضرة، الحاجات الجميلة دي اللي هي عندنا في مصر برضو، بس ماشي نتفرج عليها في بلاد تانية ما يجراش حاجة. تركيا بلد جميلة للفسحة، لكن للشغل لا خالص. للعيشة والله هو ممكن، بس لو انت معاك فلوس تكفي العيشة دي يعني. اللي حصل يا جماعة من سنتين، وارجعوا للفيديو اللي هحطه لكم برضو في الوصف، اني كنت بقول انه يا اخوانا الحد الادنى للاجور بقى 11,500. انتوا عارفين يعني 11,500؟ يعني يعني رغيف العيش اللي كنا بنشتريه بليرة بقينا بنشتريه ب11، يعني الضاعف 10 مرات على تمنه. فانت ضربت السعر في 10، وده معناه ان ال11,000 يعني مثلا كانوا اياميها من 5 6 سنين ورا عبارة عن 1100 ليرة، يعني اكنك بتقبض 1000 ليرة في الشهر. فالفلوس مش متناسبة خالص مع الاسعار. اسعار الحاجات بتزيد والاجور بتزيد برضو يعني، بس مش زي الاسعار دايما اعلى. ماشي كده؟ مش عارف الناس استوعبت الفكرة دي ولا لا. مش عارف اشبهها لكم ازاي. يعني اكن انت كان معاك 100 جنيه في جيبك، بتشتري باكو بسكوت ب10 جنيه، فصحيت الصبح معاك نفس ال100 جنيه، والبسكوت باكل بسكوت بقى ب20 جنيه. ماشي كده؟ فلو انا جيت اديتك 100 تاني بقى معاك 200 جنيه، وبتشتري باكل بسكوت بكام؟ ب20 جنيه. يبقى انت كده زيها زي ما كنت معاك 100 وبتشتري ب10. صحيت تالت يوم اديتك 300 جنيه، رحت تجيب باكل بسكوت ما لقيتوش ب30 بقى عشان تبقى نفس النسبة، لا لقيته ب35. فانت كده الفلوس اللي بديها لك زادت بس السعر زاد اكتر. ومن هنا تأتي المشكلة، المشكلة يا سادة ان التضخم في تركيا عامل ازمة كبيرة، فبيخلي الناس مش عارفة تعيش بالمرتبات اللي شغالة بيها. ماشي كده؟ فانت لو جاي بتشتغل شغلانة هنا، بعد سنة من الشغل هتحس ان انت فلوسك بتقل مش بتزيد. تراكم الثروه بيقل مش بيزيد. انت طبعا مش بتعمل ثروه ولا حاجه، انت يا دوبك مكفي حياتك، بس اللي هو قصدي ايه، ان انت بتنزل في المستوى. الحاجات اللي كنت بتشتريها اكل وشرب الشهر اللي بعده هتشتري اقل منها، والشقه اللي كنت مأجرها السنه اللي وراها هتروح تأجر شقه تانية اصغر في مكان اسوأ علشان تدفع ايجار اقل، وهكذا. فهتلاقي نفسك مش قادر تعيش في تركيا، فغصب عنك هتسيبها وتمشي. ده انا كده بتكلم عن ايه؟ عن الناس اللي شغاله وبتاخد فلوس وعندها اذن عمل وحياتها تمام. المشكله يا ساده، واللي احنا جايين نتكلم عنها النهارده، واللي هنتكلم عنها كتير في الفيديوهات اللي جايه في سلسله بلاش تركيا هاشتاج النصابين، انه
الناس اللي جايه اصلا مش جايه تشتغل، دي جايه تستعبد تحت القانون اللي انا نفسي يتلغي بقى خلاص، لانه بقى حاجه صعبه جدا. اللي هو اللي عنده 45 سنه او اللي عنده فوق ال 45 سنه بيطلع فيزا الكترونيه، فالفيزا الالكترونيه دي بتخليه يجي تركيا، فهو يجي تركيا على امل ان هو يدور على شغل ويشتغل يا عيني. ما يعرفش انه نسبه البطاله لسكان البلد الاصليين الاتراك نفسهم كبيره، وان الشباب مش لاقي شغل، الشباب عايز يشتغل مش لاقي، الشباب الاتراك مش عارف مش لاقي شغل. والاجانب اللي عايشين من سوريين ومصريين وجزائريين وجنسيات تانية هم كمان بيدوروا على شغل مش لاقيين. اللي بيسيب شغله النهارده مش سهل خالص انه يلاقي شغل في نفس المجال. انا بكلمكم عن مهندس ودكتور ومحاسب ومحامي وكل الوظائف اللي هي تعتبر وظائف. لكن هي النقطه ايه بقى؟ ان اللي بيجي فوق 45 سنه ده مش جاي يشتغل مدرس ومهندس ومحاسب، هو جاي يشتغل عامل. وبرضه مفيش مشكله ان هو يشتغل عامل، شغلانه العامل دي مش عيب ولا حاجه، عادي يعني. العمال والفلاحين هم اساس الدول. هي الازمه انه العمال اللي بييجوا يشتغلوا اجانب بيشتغلوا من غير اذن عمل، بيشتغلوا بشكل غير قانوني، وبالتالي ملوش حقوق، مفيش قانون يجيب له حقه. فصاحب العمل مش بيعامله على انه عامل للاسف، وانما بيعامله على انه عبد. بل اسوأ من العبيد اللي كانوا موجودين زمان. وهنتكلم اكتر باستفاضه عن الموضوع ده في السلاسل اللي جايه. بس يعني سلوجان كبير: المصريين القادمين او القادمون، خليها بالعربي بقى، المصريون القادمون من مصر فوق 45 سنه يتم استعبادهم في تركيا بمزاجهم، علشان هم جايين يشتغلوا اي حاجه وخلاص، عشان الفلوس، عشان تم خداعهم خداع مرير انهم هيقبضوا 40,000 50,000 60,000 في الشهر. شفت منشور بوست يعني مكتوب انه القبض 80,000 في الشهر. بل ان في واحد من النصابين اللي هتكلم عنه في الفيديوهات اللي جايه قال لي في شغلانه راعي غنم ب100,000 ليره في الشهر. يعني شوف الافوره بتوصل لحد فين. يعني تلاقي كده ايه، ناس بتقول لك تعالى هنديك 50,000 في الشهر، فانت طبعا في مصر وبتقبض 7-8,000 جنيه 10,000 جنيه 15,000 جنيه، لما تسمع كلمه 50,000 دي ترن في ودنك كده، ياه هقبض 50,000 في الشهر. يعني لو اشتغلت سنه شوف بقى كده كام، 100,000 يعني مليون و100,000 يعني اشتغل سنتين بقيت مليونير خلاص. ارجع بقى مصر احط رجل على رجل وافتح مشروع، وده كده زي الفل، ده احلى من السعوديه بكتير والكويت والكلام ده بقى. لا تركيا حلوه يا عيني يا عمار يا تركيا. بس يقول لك بقى انت هتسافر تركيا تاخد 50,000 في الشهر، انا عايز بقى عن 50,000 بقى واحده بقى، انا اديني 50,000 وهسفرك، اجيب لك اقامه وتاشيره وتذكره سفر وعقد عمل، كل ده ب50,000 بس، يا بلاش. فانت زي الضغف، اسمح لي ان اقول لك ضغف في الفيديو كده، تروح تستلف وتروح تجيب 50,000 جنيه عشان تديها للنصاب، وهو ياخدهم يطلع لك فيزا الكترونيه ب3 جنيه على تذكره سفر ب3-4 آلاف جنيه، على مكتب هنا تاني يديله $100 عشان يجيب لك شغلانه وياخد ال50,000، ويبقى كده هو ضرب على الفلوس دي ويرميك ويطلعك بره مصر، وحبه بينا فولتا تلاقي نفسك في تركيا. تيجي تركيا بقى تلاقي الشغلانه اللي هو جايبها لك مش شغلانه، وبتترمي يا عيني في مصنع تقعد تتفحت فيه 12 ساعه ولا 10 ساعات ولا 8 ساعات. بس شغل ايه؟ ملوش علاقه خالص بشغل العمال، هو له علاقه بشغل العبيد. خلينا متفقين ان انت عبد مش عامل، او مزرعه، او اي حاجه من الحاجات اللي لا تصلح ابدا لشغل المصريين. يعني المهم ان الازمه مش في الشغل زي ما بنقول، الازمه انه شغل مجحف بمجهود بدني اعلى من الطبيعي، اعلى من المفروض يحصل. الاتراك نفسهم لا يقبلوا هذا العمل ابدا، والله لو قلت له هديك مليون في الشهر مش هيرضى يعمل الشغل بالطريقه دي وبالمنظر ده وبالاهانه دي. ماشي، انه
حتى صاحب العمل الغير محترم بيعامل الناس معاملة العبيد. هو عارف ان هم عبيد، هو عارف ان هم معهمش اقامات، او حتى لو معاهم اقامات، معاهم اقامات سياحيه، اقامات لا تمكنهم من العمل في تركيا. الشغل اللي انت شغاله دوت بدون اذن عمل، بدون عقد عمل. هو النصاب المصري قال لك ان هنديك عقد عمل وانت مش فاهم حاجه. مفيش حاجه اسمها عقد عمل في تركيا اصلا. في حاجه اسمها اذن عمل، وده بيتم من خلال شركه محترمه ليها سجل تجاري وبتدفع ضرائب، وهي اصلا وضعها قانوني. وقبل ما بتستلم شغلك حضرتك بتعمل لك تأمين صحي على حياتك، وعشان لو حصل لك حاجة. اكيد يعني انت فاهم مش اهبل. فانت بتيجي هنا ما بتعملكش اي حاجة من الحاجات دي، وبتروح تترمي في المصنع ولا في المزرعة، وتفضل قاعد جوه عشان ما ينفعش تطلع بره، عشان لو طلعت بره والبوليس شافك هياخد منك الإقامة، وتلاقي نفسك كاسر فيزا او اقامتك اقامة سياحية، فياخدك يرحلك طبعا، وانت مش عايز تترحل، انت عايز تشتغل وتاخد فلوس. فبتفضل محبوس جوه شهر، شهرين، 3، لحد ما يبان لك صاحب، او لحد ما الراجل نفسه يزهق منك ويرميك عشان يجيب العبد اللي بعده، وهكذا، وتفضل الدايره شغاله. ف ايه الملخص عشان الفيديو ما يطولش، مع ان المفروض يطول، يعني ده اول فيديو من سنتين، المفروض تستحملوني يعني شويه، بس برضه انا ما بحبش الرغي زي ما انتوا عارفين. فانا كده كده هحكي بالتفصيل تجربتي الشخصيه، علشان ايه محدش يقول لي بقى محمود انت بتشتغلنا وانت بتقول وده كلام نظري وانت ما تعرفش حاجه والناس شغاله وزي الفل. عشان انا عارف ناس تكلمني تقول لي يا عم انت، ما انتوا شغالين وعايشين وزي الفل اهو، جات علينا احنا يعني، هو جات علينا احنا ومش عايزنا نسافر زيكم؟ ما انتوا سافرتوا، اشمعنى احنا بقى؟ ما تسيبنا يا عم نسافر. فانا هحكي لك اللي حصل معايا بالتفصيل الممل، وعايشك الفلوج الجميل، ماشي، زي اليوتيوبرز الحلوه اللي بتعمل فلوجات دي. انا برضو اعمل لك فلوج عشان انا مصور كل حاجه، موثق كل حاجه، وهحكي لكم كده بالتفصيل حكايتي وانا مزارع في مزارع انطاليا الجميله، وايه اللي حصل معايا من الاول خالص لحد ما سبت الشغل. وهنتكلم كتير عن عمليات النصب والنصابين والمكاتب اللي شغاله في تركيا وفي مصر ومظبطين مع بعض. لكن عايز اقول حاجه في اخر الفيديو، لولا المصريين ما كانش دايره النصب دي هتفضل شغاله. المصري هو اللي بدع فكره السمسره وفكره الضحك على المصري اللي زيه، وان هو يجيبه من مصر زي الضغف، مشيها الضغف، وياخد منه فلوس ويوعده بالشغل هنا ويجي يرميه ويجيب اللي بعده. احنا اللي عملنا كده في نفسنا. فالرساله اللي نطلع بيها من الفيديو ده انه يا مصري، يا اخويا، يا حبيبي، يلا انا بكلمك، ارجوك يا سيدي الفاضل، احترم نفسك، احترم ذاتك، احترم كرامتك، قدر قيمة نفسك كبني ادم، وما تجيش تهين نفسك في بلد لا تحترمك، وما تجيش تهين نفسك في مكان مش عايزك، ما قالكش تعالى، ما جابلكش عقد عمل. انت جاي هنا سياحة، مش جاي تشتغل، انت جاي تدور على شغل. هم مش عايزين مصريين يشتغلوا، هم ما قالوش ان هم محتاجين اجانب يشتغلوا اصلا، هم لسه ما شغلوش بكل الاتراك اللي بيتخرجوا كل سنة. فتركيا ما قالتلكش تعالى، فما تجيش وما تهزقش نفسك، وما تحطش نفسك في مواضع ما كنتش تحب تشوف نفسك فيها. هتتبهدل، هتتعب، هتتهان. لو مش مصدقني تعالى جرب بنفسك. اهلي وحبايبي والمجتمع والناس، بحبكم والله العظيم، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات كتير جايه. مع السلامه.